السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينكم العب. رجعت لكم بحلقه جديده من سلسله ماينكرافت. طبعا من زمان ما منزل على تحديث ماينكرافت او نسخه الماينكرافت. فالمهم طبعا واجد بالتعليقات لعوب نريد ماينكرافت، شلون نحمل ماينكرافت، شلون نسوي سيرفر، وهاي هذني دائما تكررون تعاليق. فالمهم طبعا انا اسف قطعت فتره طويله على القناه وما منزلكم بالقناه الاولى، طبعا فقط تنزيلي بالقناه الثانيه، وطبعا راح اخليكم رابط القناه الثانيه بالوصف، اللي يحب يروح يشوف دا انزل والمتابعين بالقناتين يعرفوا انا هناك بالقناه الثانيه دا انزل تقريبا بشكل يومي ماينكرافت. فالمهم شباب جبت لكم نسخة مجانية لماينكرافت شبه مكركة او شبه مهكرة، يعني شلون تريد تقول قول، بس هي فكرتها انه ماينكرافت مجانية بدون ما ترخيص او بدون تعرفون هذا البرنامج اللي نهكر بماينكرافت فجأة انحذف، ما اعرف شنو صار بيه مشكلة من المطور مالته، ما اعرف شنو، ففجأة يعني انحذف من كل الموبايلات اغلبها، فما ادري يمكن نزل له اصدار جديد ما نزل له، ما اعرف بيه صراحة. فالمهم قلت انا اجيب لكم هذه النسخة، يعني صراحة نسخة خرافية وتشبه النسخة يعني الاصلية بالضبط. وها بس شغلة واحدة هي شو اسمه هنا التسجيل، هسه شوفوا اللي صاير على لون اخضر، ما جربته الصراحة. اوكي وين طبيت اني؟ اوكي شباب، فما جربت ودخلت عليه وما شفت شنو يعني يسجل او ما يسجل ما اعرف. فالمهم انتم اذا هاي جربوا دخلوا سجلوا جربوا، انا صراحه نزل يعني شلون صورت الفيديو بشكل مستعجل فما جربت الصراحه. فاغلب الشغلات جربتها مثل اللاج، مثل شغلات يعني مالت الستور، مثل السكنات طبعا بصوره جميعها مفتوحه، وطبعا راح اخليكم الرابط مالتها بالوصف. اول ما تدخل الوصف راح تلقى رابط مالته، فحمل الماينكرافت وطبعا طريقه التحميل راح اخليها لكم نهايه الفيديو ورا ما اكمل لكم الشرح عنها. فالمهم شباب اذا كنت مستعد تطقنا بلايك واشترك بالقناه، اذا كنت مشترك وفعل زر التنبيه عم توصلك اشعارات، ويلا خليكم من المقطع. طبعا شباب راح اشرح لكم نقطه نقطه. اول بدايه السكنات كلها تقريبا مفتوحه، يعني اي سكن تختاره تعرفون هم كل فتره يضيفون مجموعه سكنات، فهن هسه تقريبا كل السكنات مفتوحه الصراحه، فقط بس هذا تحميل على مود يتصل معه. وهسه هنا تقدر طبعا هنا تغير اسمك، تختار من السكين مالتك الخاص وتغيره. انا مختارين احنا ستيف، وتقدر تختار اكس واي سوالف. فهنا عندك شوف هذين كل المفتوحات، يعني هسه اي واحد تريد تختاره تختار. طبعا هنا على كريسمس مال بابا نويل اعتقد او هيك شيء، هذا شوفوه هنا همين يعني سكنات قلت لكم هواي اشكال وهواي شخصيات وكلها مفتوحه، يعني يا سكن تريده مفتوح يا شكل تريده مفتوح. يعني هسه احنا شوف لنا شكل يعجبنا ونخلي بعض كلها مفتوحه، يعني هذا يعني كل هذا مال فضاء كلها مفتوحه شوفوها شباب. فيعني هذا المهم يعني قلت لكم شباب يعني ماكو سكن ما مفتوح، ماكو شخصيه ما مفتوحه، كلها تلقوا. طبعا هذا الشيء كلش خرافي لان انت يخليك تختار اي سكن يعجبك. طبعا هذه الميزه الاولى. الميزه الثانيه هنا الستور الموجود به كل شيء مفتوح مجانا، شنو اللي تريد تنزله مجانا بدون كل شيء. شوفوا هذني اذا تريد تنزلهن مجانا وتلعبهن بدون هاي الفلوس او ما شنو هاي الصفرة، اعتقد هي معناها فلوس او معناها نقاط او هيك شيء، فهذا هم راح يكون يعني فد نقطه كلش ايجابيه وكلش حلوه باللعبه. وطبعا الشغله الثانيه اللي كلها تريدها اغلب شيء انه ما تصير عندك لاك. الصراحه راح اشرح لكم واحده مالك. فالمهم انا طبعا هسه قبل شويه دخلت كونت هذا العالم ودخلت باول ما دخلت صار عندي لاج، بس افتريت بالمنطقه، يعني شلون مثل نقول خليت العالم يرندر رندره كامله وبعدين ظليت افتر بالمنطقه، بعد شفت انه ماكو اي لاج. وطبعا تقدر تتحكم بالرندر تخليه 6 تخليها 8، هذا الشيء عايد الك يعني انت تقدر تسوي. فصراحه شوف هسه هذا العالم انا كنت من ساعه دخلت هناك رسبنت، فاول ما مشيت شفت حسيت انه اكو لاج، يعني اللعبه ترجع هيك هسه مو يعني هسه شوفوا هنا السرعه مالتها، فحسيت انه اكو لاج فقلت لازم اكو شيء. فهسه احنا هسه راح اجربكم اللعبه شلون نلعب. فالمهم قلت لكم شباب يعني ظليت افتر بالعالم، يعني فقط المنطقه اللي انا طلعت بيها
ظليت افتر وما ادري شنو يعني هيك شلون يعني مثلا نقول اخلي العالم يرندر فقط. ليش؟ لان هو انا هسه دخلت. فتعرفون اكو ميزه بماينكرافت يعني اللي شلون مثلا نقول اللي ليفل 2 بماينكرافت مو ليفل 1، يعني اللي يفتهم ماينكرافت كلش انه اول ما تدخل بالعالم الجديد يبدي يرسم لك بلوك يعني شي يعني شلون مثلا نقول يعني هسه اول ما يبدا ينزل العالم شويه شويه. فالمهم هسه انا اذا امشي منطقه ابعد من هذا راح يصير عندي لاج. ليش؟ لان اني اكون ابتعدت عن المنطقه اللي مرندره. هي طبعا ماكو عادي، فقط من تكمل العالم ذاك رندره يرجع شيء طبيعي عادي، ترجع تمشي ترجع تتحرك، ما بي اي لاج وما بي اي مشكله. وطبعا هذا هم من الميزات يعني الكلش حلوه. وقلت لكم احتمال 100% ميزه التسجيل يعني التسجيل بالاكس بوكس اعتقد يصير، اعتقد ما اقول لكم ليش لان ما جربته الصراحه، بس هذين الشغلات كلهن جربتهن. وطبعا هم قلت لكم الاجهزه الضعيفه والاجهزه القويه كلها تشتغل. وطبعا طريقه التحميل راح اخلي لكم اياها هسه نبلش بها، وطبعا قبل كل شيء الرابط راح يكون بالوصف. فيلا خلونا نروح نشوف طريقه التحميل. اوكي شباب، طبعا ورا ما ضغطتوا على الرابط اللي تحت اسفل الفيديو راح يطلع لكم هذه الصفحه. طبعا لازم من الضروري تفتحه بجوجل كروم. ليش؟ لان هو افضل شيء على مود ما تصيبك مشاكل. فالمهم طبعا هنا نشوفوا هذا هسه طلعت لك هاي الايقونه او هذه الصفحه. فتعطي اناليست برنامج ريبورت راح ينتظر فماكو ثواني بس ينطيك علامه الصح، تعطيك كونتينيو استمرار يعني بالعمليه او على مود تحصل على الرابط. ووراها راح تطلع لك هنا فتره 5 ثواني فقط 5 ثواني تنتظرها تخلص، وراح يطلع لك تنزل هنا جيت لينك يعني تحصل الرابط، تضغط عليه راح ينطيك الرابط. طبعا اذا مثلا شوفوا اذا عادت الصفحه اكثر من مره ترجع للرابط الرئيسي او الاصلي. شوفوا هنا يعني ورا ما فتحته اتمنى افتهمتوا ورا ما ضغطت جيت لينك حتى لو تدخلك باي قونه ثانيه او صفحه ثانيه ترجع على الصفحه اللي يعني السابقه. راح تطلع لك هنا هم مال اد فلاي تعطيه تخطي الاعلانات. شوفوا عادي هو قبل راح يفتح لك اكثر من صفحه، همين ترجع للصفحه السابقه لازم ترجع هنا. هسه احنا ما فتحنا بصفحه ثانيه فقط يعني قلت لكم شوي لازم تركزون بها على مود من تطلع لكم هذين الصفحات مال الاعلانات او ما اعرف هيك الشغلات. فهي المشكله شويه مال الاعلانات. اوكي شباب، واخيرا طلعت الصفحه عندنا مال التحميل. شوفوا طبعا انا اخذتها من نسخه يعني من شخص هم يوتيوبر. فهنا شوفوا طلعت لكم داونلود، تضغط عليها وراح تبدي تبلش تحمل. عادة تعطي الفتح بجوجل كروم وتبدي تحمل. فانا الصراحه ما راح احملها، يقول لك شوف هل تريد تنزيل اللعبه كامله نسخه معدله مره اخرى. انا منزلها الصراحه فما راح انزلها اعطي الغاء. فانتم اتمنى فهمتوا واتمنى تعيدون هذه الخطوه لان هذه الخطوه مهمه. راح اعيد لكم اياها عاده سريعه. تفتح الرابط تدخل على جوجل تفتحها بجوجل كروم. ليش افضل لك تفتحها بجوجل كروم؟ ورا ما فتحتها راح تطلع لك هذه الايقونه اناليست ريبورت. انطي تخطي انطي علامة صح وبعدين انطي كونتينيو، هي تضغط على الكلمة اللي جواها وبعدين راح تنتظر 5 ثواني وتطلع لك جيت لينك تضغط عليها. وطبعا اذا دخلك بايقونة جديدة مال الاعلانات ترجع للايقونة السابقة، هو فقط يدخلك بها. راح تضغط على راح يطلع لك تعطي تخطي الاعلانات. هم اذا طلعت لك ايقونة جديدة لازم ترجع من جديد وتسوي لحد ما تطلع لك هذه الصفحة راح تطلع لك الداونلود وراح تقدر تنزلها. فاتمنى استفادت وتعبت الصراحة بالشرح، يستاهل لايك. يلا خليكم معي المقطع. اوكي شباب، طبعا مثل ما شفتوا طريقة التحميل اتمنى فهمتوا. اذا ما فهمتوا عيدوا الفيديو مرتين 3 4 مشاهدات. فالمهم يعني عيدوا الفيديو اكثر من مرة على مود تفهمون. وقلت لكم والله صراحة النسخة هذه كلش حلوة ونسخة معدلة ونسخة خرافية وما بيها مشاكل. وانت راح تفيدك بالنسبة للحدايق اللي ما عندهم فلوس يشترون ماينكرافت، راح تفيدك كلش. فلا تنسى انه طقنا بلايك، شكر ولايك ويعني هذن اهم شيء بالفيديو. فالمهم شباب كان وياكم اخوكم لعب، اتمنى استفادتوا. باي باي.